النهارده هنتعلم مع بعض ازاي تحذف قناة علامة تجارية او تحذف قناة وهمية. يعني حضرتك عامل قناة وهمية او قناة علامة تجارية وعايز تحذف طبعا القناة الوهمية او العلامة التجارية، ولكن اليوتيوب عمل تحديث جديد. فالتحديث الجديد لما بتيجي تدخل على القناة بتاعتك وتيجي تعزفها ما بتلاقيش ايقونة الحذف او كلمة حذف القناة ما بتكونش موجودة. يعني مثلا احنا نتكلم دي مثلا القناه اللي احنا هنبدا نحذفها اللي هي قناه صلاح البرنس. تمام، قناه صلاح البرنس دي طبعا احنا هنحذفها. مجرد بنضغط على اللوجو بتاع القناه وبنجيب الاعدادات. من الاعدادات طبعا بنبدا ندخل على اعدادات متقدمه. بعد ما بندخل على اعدادات متقدمه، ده كان في التحديث القديم، اعدادات متقدمه بتلاقي كلمه حذف. هنا في بتكون كلمه حذف، بتضغط على كلمه حذف بتبدا تحذف القناه بتاعتك. تمام. طيب دلوقتي عشان مفيش اليوتيوب عمل تحديث جديد فكلمه حذف مش موجوده هنا، يبقى احنا هنبدا ندخل على الحساب. بعد ما ندخل على الحساب هنختار حاجه اسمها اضافه مدراء او ازالتهم. اضافه مدراء او ازالتهم، هتبدا تضغط عليها بالشكل ده كده، هتلاقيه دخلك على صلاح البرنس. تمام، حساب علامه تجاريه، حذف حساب العلامه التجاريه الخاص بك. تمام، هتبدا تضغط على هنا كلمه حذف الحساب. هنا بيقول لك يمكنك حذف حساب العلامه التجاريه الخاص بك وجميع خدماته وبياناته نهائيا. تمام، فتبدا تضغط على كلمه حذف الحساب. هتضغط على كلمه حذف الحساب بالشكل ده كده، هيطلب منك اثبات الهويه. اثبات الهويه اللي هي كلمه المرور، هنكتب كلمه المرور طبعا. بعد كده هنقول التالي. اول ما قلنا التالي طبعا هنا جاب لي كل حذف صلاح البرنس. تمام، هنا هتقول له نعم، وهنا هتقول له نعم اريد الحذف. تمام، نعم اقر بانني ما زلت الجهه المسؤوله، وهنا نعم اريد حذف الحساب جوجل هذا وكل بياناته نهائيا. طبعا ده اللي هيتحذف مش حساب الجيميل، يعني الجيميل حاجه والقنوات حاجه تانية. احنا كده بنحذف القناه من على اليوتيوب وليس بنحذف حساب الجيميل بتاعنا. حساب الجيميل بتاعنا موجود ولكن احنا بنحذف القناه. طبعا في ناس بتقول بقى لما بتلاقي كده نعم اريد حذف حساب جوجل هذا وكل بياناته، بيفتكروا ان حساب جوجل اللي هيتحذف اللي هو الجيميل الخاص بيه بتاعه، الجيميل بتاعهم. لا، الجيميل مش هيتحذف خالص، لان حساب الجيميل عشان تحذفه بتحذفه بطريقه تانية، بيبدا يحذف لك الحساب كله. ولكن احنا بنبدا نحذف المحتوى او بنحذف القناه العلامه التجاريه او القناه الوهميه. بعد كده هتبدا تضغط على كلمه حذف. ممتاز جدا يا شباب، كده تم حذف القناة الوهمية أو القناة العلامة التجارية بكل سهولة. ده كان التحديث الجديد اللي احنا اتكلمنا عليه، طريقة حذف القناة الوهمية أو القناة العلامة التجارية. أتمنى أكون أفدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. أشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.